السلام عليكم المتابعين والمتابعات ديال صفحة بسطامي بادجيت على اليوتيوب. مرحبا بكم في فيديو جديد واكيد محتوى جديد اللي بغينا نتشاركوا فيه شي حوايج هكا اللي غادي نستافدوا منها، ودائما في اطار سلسله فيديوهات بسطامي بادجيت اللي كنسعاو من خلالها اننا نوصلوا لديك المرحله ديال الوعي المالي، او كي كنقول لكم هكا بالدارجه اننا نتحكموا ولا نحكموا بسطامنا ونتحكموا في فلوسنا، ماشي فلوسنا اللي يتحكموا فينا. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون على واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف، اللي كتعاوننا اننا نتحكموا في بسطامنا ونتحكموا في فلوسنا ونعرفوا حتى كيفاش ممكن اننا نوفروا هاد الفلوس من شي حوايج اللي هي بسيطه، وطبعا تخلينا اننا دوك الفلوس نستعملوهم في حاجه اخرى. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون على قواعد التفاوض الجيد، او اللي كنسميوها بالدارجه المتاويه. ناس بزاف ما تعرفوش بانهم من المتاويه يقدروا انهم يشيطوا شي حاجه ولا يوفروا شي حاجه من الفلوس ديالهم. فان شاء الله غادي نهضر لكم على هاد 5 ديال القواعد ديال المتاويه، وحتى نعرفوا كيفاش اننا نتاواو في حالات ما خرجنا بغينا نتقداو هكا في السوق، حيت كاينين الناس كيمشيو كيتقداو الثمن اللي تقال لهم تيعطيوه بلا ما يسولوا ولا بلا ما يتاواو ويتفاهموا على ديك الثمن ديال ديك الحاجه. المتاويه اولا ولا التفاوض هي واحد المهاره اللي هي مهمه، كتعطيك واحد القوه باش تقدر انك توفر فلوسك، وانك زعما تخلي فلوسك في جيبك ولا في بسطامك. المتاويه ولا التفاوض ما مرتبطش غير هو بالناس اللي عندهم البيزنس ولا الناس اللي عندهم هكا مشاريع ولا كيخدموا في شي حاجه، ولكن حتى هو ولا حتى هي هاد المتاويه هذه مهمه لربات البيوت، الناس هكا عاديين اللي كيبغيو يتقداو من السوق. علاش؟ حيت كتعلمنا كيفاش نتعاملوا بثقه، اننا كنعرفوا قيمه الحاجه اللي بغينا نشريو، وثالث حاجه اننا كنحافظوا على الميزانيه ديال العائله ديالنا، حيت في نهايه المطاف ربات بيت ولا شخص اللي تيكون مسؤول على اسره، راه دوك الفلوس راه تيكونوا خاصين بديك الاسره، وحنا ما بغيناش ان ديك الميزانيه تخرب عندنا. فباش نعرفوا كيفاش نتفاوضوا بطريقه ولا نتاواو بطريقه اللي هي مزيانه، اول حاجه هي الاستعداد الجيد. ملي كنبغي نمشي مثلا نتقدى، خصني ضروري نكون عارف السوق والاثمنه ديال السوق. ما يمكنش نكون خارج وانا ما عندي حتى شي فكره على داكشي اللي بغيت نتقدى. مثلا كنت خارجه باش انني نتقدى مثلا الخضره من السوق، ضروري انني نكون عارفه الثمن ديال كل حاجه، ديال البطاطا، ديال المطيشه، ديال البصله، اي حاجه كنت بغيت نتقداها خصني نكون كنعرف على الاقل، ماشي بالضروره الثمن بالضبط اللي هو غادي يكون في السوق، ولكن الثمن اللي هو تقريبي. ما يمكنش مثلا البطاطا غتكون كدير هي كدير في الثمن ديالها في السوق تتراوح بين 4 ولا 5 دراهم، وواحد يقول لي مثلا 10 دراهم، ونقول صافي هذاك راه هو الثمن. مادام انا كنعرف بان الثمن ديالها بين 4 حتى ل 5 دراهم، بمعنى ملي كنخرج كنمشي كنشوف واش هذيك بطاطا اللي بغيت ناخذ بطاطا مزيانه، والثمن ديالها يكون بين 4 و 5 دراهم، زعما ما يكونش كتير. الا تزدت كاع مثلا 1 درهم ولا نص درهم ماشي مشكل، ولكن باش تقال لي 10 دراهم وناخذها ب 10 دراهم لا. فبالتالي الا بغيت انني نخرج للسوق ونتاوى، خصني نكون بعدا اولا على درايه بالاثمنه اللي كاينه في السوق بخصوص اي حاجه. نعطيتكم دابا غير مثال ديال الخضره، وقيس على ذلك زعما الحاجات الاخرى اللي كنبغيو اننا نتقداوها. تاني قاعده في المتاويه باش تكون عندنا متاويه اللي هي مزيانه، هي الثقه بالنفس. خصك تكوني واثقه من راسك، وما تكونش اولا ما تكونيش متردده ولا في حاله خجل، حيت هاد الخجل ولا هاد التردد هذا غيعطي واحد الانطباع للسيد اللي بغيتي تشري من عنده اللي هو البائع انك غادي تشري باي ثمن قالوا لك. فاذا كنت واثقه من راسي وكنعرف الاثمنه ديال كل حاجه في السوق، راه اكيد ما غاديش يديرها بيا شي واحد ولا غادي يبيع ليا بالثمن اللي كيشوف هو. الا خرجتي بكل ثقه وسولتي على الحاجه قال لك الثمن، قلتي لي لا راه ثمنها اقل وانت متشبته بالجواب ديالك، اكيد راه تعرف البائع مع من كيتعامل.
ثالث حاجه من القواعد المتويه ولا التفاوض هي انك تطلب اكبر تخفيض في البدايه. بمعنى مثلا مشيت بغيت نشري شي حاجه وقال لي الثمن ديالها 200 درهم، غادي نقول ليه بغيتي فيها 100 درهم، بمعنى غنقص ليه للنص، نزل للنص ديال الثمن اللي عطاني. قال لي 10 دراهم نقول ليه 5 دراهم، قال لي 100 درهم نقول ليه 50 درهم. فملي كتنزلي ليه الثمن كتنزلي ليه الثمن للنص، كتكون فرصه باش انه بنادم يتاوى معاك، وبنادم انه زعما يدي ويجيب معاك في الهضره بخصوص الثمن ديال ديك الحاجه اللي بغيتي تاخديها. فديما نبداو بثمن اقل باش ديك الساعات كتبقى فرصه ديال هو يزيد واحد شويه من عنده، انت تنقصي من عندك شويه، هكا كتوصلوا للثمن اللي هو متوسط وثمن اللي هو معقول. الا كان بدا 200 درهم قلتي ليه 100، راه تقدروا انكم توصلوا المبلغ اللي هو وسط اللي هو 150 مثلا، وهذاك الثمن كيكون هو في الاغلب الاحيان الثمن ديال ديك الحاجه اللي بغيتي تشريها. رابع قاعده هي تختار التوقيت المناسب اللي كتمشي تقدا فيه، ولا انك تمشي تبغي التوا فيه. الا بغيتي التوا ضروري تنتبه لاوقات معينه اللي هي مثلا في نهايه اليوم. ماشي تصبح على واحد في الصباح تبغي تقدا من عنده تبدا توا معاه على الصباح. الناس اللي كيبيعوا ما تتعجبهمش هذه القضيه هذه، فنخلي حتى الاخر ديال النهار مثلا، وديك الساعات نقدر نبدا تنتوا، حيت كيكون بنادم باع وشرا وتيكون باغي انه غير يبيع، متفقين؟ فتتكون عنده ديك المساحه ديال انه ممكن تتواي معاه. او لا مثلا ماشي غير في نهايه اليوم، تقدري مثلا انك تشوفي في نهايه الشهر مثلا دوك الهريات مثلا اللي تيبغيو يبدلوا السلعه ولا تيبغيو يدخلوا سلعه اللي هي جديده في الاخر ديال الشهر، كيبغيو غير يبيعوا، تيبغيو يخرجوا ديك السلعه اللي عندهم باش يجيبوا سلعه اللي هي جديده، الهريات ولا الناس اللي مثلا كيبيعوا الحوايج، ولا المهم الحاجه انت اللي كتبغي تقديها. حاول ما امكن ولا حاولي ما امكن انك يا اما تمشي في الاخر ديال النهار او تمشي في الاخر ديال الشهر. هكا الناس كيبغيو يحيدوا عليهم ديك السلعه باش عاوتاني يبداو يجيبوا سلعه اللي هي جديده. فباش ما اختاريتي التوقيت اللي هو مناسب تيكون زعما تكون المتاويه حتى هي مناسبه. خامس حاجه هي انك ملي كتكون كتتاوى مع شي واحد وكتعطيه واحد الثمن تيبان لك انت ثمن طبعا اللي هو معقول، حيت ما يمكنش تعطي واحد الثمن اقل من داكشي اللي خصو يتعطى مثلا في السوق، ولا كتعطي واحد الثمن اللي هو معقول، ما تبقاش تتردوا معاه في الهضره. صافي عطيتيه ثمن وبان لك ثمن اللي هو معقول، ما بغاش يقبل به ولا بان لك بانه ما بغاش يقبل به، صافي وجد راسك باش انك تمشي في حالك. هنا البائع فاش كيشوفك بانه انت جدي عطيتي ثمن صافي وما بغاش يبيع لك وغادي في حالك، بزاف ديال المرات كيتراجعوا تيجي تيقول لك يلا غير رجع هاك بالثمن اللي بغيتي، خذوها بالثمن اللي بغيتو. فهنا ديما نعطي الثمن اللي بغيتو، خصوصا الا كنت انا باغيه هذيك الحاجه، نعطي الثمن اللي بغيت اللي هو معقول طبعا، مقابل داكشي اللي عطاني البائع او داك المبلغ اللي عطى البائع. بان لك انه في الاول ما بغاش يقبل، كنزيد ونخليه تما يقدر يعاود يعيط عليك باش انك تاخذ هذيك الحاجه. فهادو 5 ديال القواعد اللي هي مرتبطه بالمتاويه ولا التفاوض. وكاينين حتى شي حوايج اللي هي اخرى بغيت نزيدها لكم بخصوص ملي نكونوا مثلا غاديين هكا نخرجوا نتقداو وبغينا نتاواو في نفس الوقت. ما يمكنش تتاوى وانت مخنزر ولا طالع لك الدم. ضروري من الابتسامه وضروري من التعامل الايجابي، حيت هذا الشيء كيكسر بينك وبين البائع داك الحاجز، وحتى تيكون هو مقبل على انه يتفاوض معك. ما يمكنش تمشي مخنزر طالع لك الدم وبغيتي تتاوى مع شي واحد، الا كنتي على استعداد انه تعطي الثمن اللي قال لك، كتاخذ الحاجه وكتشريها صافي، ما كتزيدش معها باقي الهضره. ثاني حاجه ملي كنكون كنتعامل مع واحد البائع وبغيت نتاوى معاه، ضروري انني نركز ليه على
قيمه هذاك المنتج اللي كيعطيه لك كيف ما بغى يكون. ضروري نقول ليه هذا المنتج هذا راه مزيان، راه شي حاجه اللي هي زعما كاليتي مزيانه وكذا، ولكن كتلمح ليه بانه راه الثمن غالي شويه، وكتفتح ليه المجال ديال زعما شحال ممكن انك تنقص ليا، شحال ممكن انك تنزل ليا في الثمن. فهو كيحس بانه انت معقول وانت كتعطي واحد القيمه لذاك المنتج اللي هو كيعرضه، وتيزعم معك انه مثلا ينقص لك في الثمن ولا انه ينزل لك شويه في الثمن. وحاجه اخرى هي انه ديما عطي لذاك البائع الاحساس ديال انه راه انت مستعد تاخذ هذيك الحاجه زعما بكميه اللي هي زايده، ولا بكميه اللي هي زعما تقدر تكون مضوبله على حاجه وحده ولا جوج ديال الحاجات، باش تعطيه فرصه باش انه ينقص الثمن. بحال مثلا بغيتي تاخذ واحد سولتي على كيلو ديال بطاطا قال لك مثلا 8 دراهم، قول لي الا مثلا بغيت ناخذ 2 كيلو ولا 3 كيلو بشحال غادي تخليها ليا. فهنا تيزعم تيقول هذا غياخذ كميه اللي هي كبيره، ولا هاد السيده غتاخذ كميه اللي هي كبيره، علاش لا ما نقصوش ليها منها واحد شويه. الا تبعتوا هاد القواعد هادي كونوا على يقين بانه غادي توليو كتعرفوا انكم تفاوضوا، ولا تعرفوا انكم تتاووا على ريوسكم وترجعوا شويه بسطامكم عامر فلوس، ماشي تخويو فلوسكم كامله في السوق ولا البلاصه اللي مشيتو تقداو فيها. وهكا كتحافظوا على الميزانيه ديالكم، وهكا كتقدروا انكم تضبطوها، وتقدروا انكم ماشي تضيعوا فلوسكم في اي حاجه. حتى لهنا الفيديو ديالي غادي يسالي. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وعلاش لا ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتخليوا لي كومونتيرات الا بانت لكم شي قاعده اخرى مرتبطه هنايا بالمتاويه اللي هي او التفاوض الجيد، باش نستفدوا منها كاملين. وما تنساوش كيف العاده نحكموا بسطامنا لدوير زماننا، حيت حد ما غادي يديرها في بلاصتنا. مع السلامه.